أكيد لو هتعمل مشروع لازم يبقى مشروع رسمي وقانوني، علشان كده أنا هقولك إزاي تستخرج بنفسك البطاقة الضريبية والسجل التجاري بمنتهى البساطة. خليني أقولك في الأول المستندات الأساسية اللي لازم تبقى معاك. رقم 1 عقد الملكية، سواء كان معاك عقد إيجار أو عقد تمليك. وخلي بالك لو معاك عقد إيجار فأنت لازم تعمل إثبات تاريخ الأول على العقد من الشهر العقاري، ولو معاك عقد تمليك فبيشترط على الأقل إن أنت تكون عامل صحة توقيع على العقد. المستند الثاني هو إيصال الكهرباء يكون حديث، أو إيصال الشحن المختوم من شركة الكهرباء في حالة إن أنت عامل ممارسة. ثالث حاجة والأساسية طبعاً بطاقة الرقم القومي بتاعتك. في حاجتين لازم تاخد بالك منهم كويس جداً وتكون محضرهم قبل أي حاجة. الأولى وهي إنك تكون محدد اسم للمنشأة بتاعتك أو المشروع بتاعك. التانية وهي إنك تكون محدد رأس المال للمشروع بتاعك. كده أنت خلصت وجهزت ورقك كله ومحدد اسم المنشأة ورأس المال. دلوقتي بقى هتتوجه للغرفة التجارية التابع لدايرتها المقر بتاعك. يعني لو الشركة أو المحل بتاعك في مدينة نصر فأنت هتتوجه للغرفة التجارية اللي تابع عليها مدينة نصر. هتروح هناك وهتطلب ان انت تفتح ملف ضريبي. اللي هيحصل ان الموظف هيديلك نموذج هتملى فيه بياناتك وبيانات المشروع بتاعك. الموظف اللي هناك هيفتح معاك مناقشة عادية جدا عن مشروعك، يعني هيسألك عن عنوان المكان بالتفصيل، مساحة المكان قد ايه، انت بدأت نشاط ولا لسه. وطبعا زي ما قلت لك لازم تكون محدد اسم المنشأة ومحدد رأس المال من قبلها. بعد المناقشة دي الموظف ممكن يحدد لك ميعاد للمعاينة للمشروع بتاعك أو يطلب منك صور توضيحية للمكان بتاعك. ويجي دلوقتي دور السجل التجاري. نفس المستندات اللي كانت معاك هتصورها صورة وهتخليها معاك. وخلي بالك إن الغرفة التجارية بيطلعوا فقط على الأصل وبياخدوا الصور، مش بياخدوا الأصل. في الغرفة التجارية بعد ما بيتأكدوا من الأوراق اللي معاك والبيانات، واللي بتكون حسبتها 2% على كل 1000 جنيه، وكل واحد على حسب رأس المال المشروع بتاعه. بعدها على طول هتستلم السجل التجاري بتاعك. وما تنساش لما يجي ميعاد استلام البطاقة الضريبية تروح تستلمها من الغرفة التجارية. بكده يكون معاك البطاقة الضريبية وفتحت ملف ضريبي بالفعل لمشروعك ومعاك السجل التجاري بتاعك. أكيد لو هتعمل مشروع لازم يبقى مشروع رسمي وقانوني، علشان كده أنا هقولك إزاي تستخرج بنفسك البطاقة الضريبية والسجل التجاري بمنتهى البساطة. خليني أقولك في الأول المستندات الأساسية اللي لازم تبقى معاك. رقم 1 عقد الملكية، سواء كان معاك عقد إيجار أو عقد تمليك. وخلي بالك لو معاك عقد إيجار فأنت لازم تعمل إثبات تاريخ الأول على العقد من الشهر العقاري، ولو معاك عقد تمليك فبيشترط على الأقل إن أنت تكون عامل صحة توقيع على العقد. المستند الثاني هو إيصال الكهرباء يكون حديث، أو إيصال الشحن المختوم من شركة الكهرباء في حالة إن أنت عامل ممارسة. ثالث حاجة والأساسية طبعاً بطاقة الرقم القومي بتاعتك. في حاجتين لازم تاخد بالك منهم كويس جدا وتكون محضرهم قبل أي حاجة. الأولى وهي إنك تكون محدد اسم للمنشأة بتاعتك أو المشروع بتاعك. التانية وهي إنك تكون محدد رأس المال للمشروع بتاعك. كده أنت خلصت وجهزت ورقك كله ومحدد اسم المنشأة ورأس المال. دلوقتي بقى هتتوجه للغرفة التجارية التابع لدايرتها المقر بتاعك. يعني لو الشركة أو المحل بتاعك في مدينة نصر فأنت هتتوجه للغرفة التجارية اللي تابع عليها مدينة نصر. هتروح هناك وهتطلب ان انت تفتح ملف ضريبي. اللي هيحصل ان الموظف هيديلك نموذج هتملى فيه بياناتك وبيانات المشروع بتاعك. الموظف اللي هناك هيفتح معاك مناقشة عادية جدا عن مشروعك، يعني هيسألك عن عنوان المكان بالتفصيل، مساحة المكان قد ايه، انت بدأت نشاط ولا لسه. وطبعا زي ما قلت لك لازم تكون محدد اسم المنشأة ومحدد رأس المال من قبلها. بعد المناقشة دي الموظف ممكن يحدد لك ميعاد للمعاينة للمشروع بتاعك أو يطلب منك صور توضيحية للمكان بتاعك. ويجي دلوقتي دور السجل التجاري. نفس المستندات اللي كانت معاك هتصورها صورة وهتخليها معاك. وخلي بالك إن الغرفة التجارية بيطلعوا فقط على الأصل وبياخدوا الصور، مش بياخدوا الأصل. في الغرفة التجارية بعد ما بيتأكدوا من الأوراق اللي معاك والبيانات، واللي بتكون حسبتها 2% على كل 1000 جنيه، وكل واحد على حسب رأس المال المشروع بتاعه. بعدها على طول هتستلم السجل التجاري بتاعك. وما تنساش لما يجي ميعاد استلام البطاقة الضريبية تروح تستلمها من الغرفة التجارية. بكده يكون معاك البطاقة الضريبية وفتحت ملف ضريبي بالفعل لمشروعك ومعاك السجل التجاري بتاعك.
أكيد لو هتعمل مشروع لازم يبقى مشروع رسمي وقانوني، علشان كده أنا هقولك إزاي تستخرج بنفسك البطاقة الضريبية والسجل التجاري بمنتهى البساطة. خليني أقولك في الأول المستندات الأساسية اللي لازم تبقى معاك. رقم 1 عقد الملكية، سواء كان معاك عقد إيجار أو عقد تمليك. وخلي بالك لو معاك عقد إيجار فأنت لازم تعمل إثبات تاريخي الأول على العقد من الشهر العقاري، ولو معاك عقد تمليك فبيشترط على الأقل إن أنت تكون عامل صحة توقيع على العقد. المستند التاني هو إيصال الكهرباء يكون حديث، أو إيصال الشحن المختوم من شركة الكهرباء في حالة إن أنت عامل ممارسة. تالت حاجة والأساسية طبعا بطاقة الرقم القومي بتاعتك. في حاجتين لازم تاخد بالك منهم كويس جدا وتكون محضرهم قبل أي حاجة. الأولى وهي إنك تكون محدد اسم للمنشأة بتاعتك أو المشروع بتاعك. التانية وهي إنك تكون محدد رأس المال للمشروع بتاعك. كده أنت خلصت وجهزت ورقك كله ومحدد اسم المنشأة ورأس المال. دلوقتي بقى هتتوجه للغرفة التجارية التابع لدايرتها المقر بتاعك. يعني لو الشركة أو المحل بتاعك في مدينة نصر فأنت هتتوجه للغرفة التجارية اللي تابع عليها مدينة نصر. هتروح هناك وهتطلب ان انت تفتح ملف ضريبي. اللي هيحصل ان الموظف هيديلك نموذج هتملى فيه بياناتك وبيانات المشروع بتاعك. الموظف اللي هناك هيفتح معاك مناقشة عادية جدا عن مشروعك، يعني هيسألك عن عنوان المكان بالتفصيل، مساحة المكان قد ايه، انت بدأت نشاط ولا لسه. وطبعا زي ما قلت لك لازم تكون محدد اسم المنشأة ومحدد رأس المال من قبلها. بعد المناقشة دي الموظف ممكن يحدد لك ميعاد للمعاينة للمشروع بتاعك أو يطلب منك صور توضيحية للمكان بتاعك. ويجي دلوقتي دور السجل التجاري. نفس المستندات اللي كانت معاك هتصورها صورة وهتخليها معاك. وخلي بالك إن الغرفة التجارية بيطلعوا فقط على الأصل وبياخدوا الصور، مش بياخدوا الأصل. في الغرفة التجارية بعد ما بيتأكدوا من الأوراق اللي معاك والبيانات، واللي بتكون حسبتها 2% على كل 1000 جنيه، وكل واحد على حسب رأس المال المشروع بتاعه. بعدها على طول هتستلم السجل التجاري بتاعك. وما تنساش لما يجي ميعاد استلام البطاقة الضريبية تروح تستلمها من الغرفة التجارية. بكده يكون معاك البطاقة الضريبية وفتحت ملف ضريبي بالفعل لمشروعك ومعاك السجل التجاري بتاعك.